السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم هي الدولمه تاع الكرنب في الفوغ، ووصفه بنينه بزاف، وحتى الناس اللي ما تحبوش نقول لكم جربوه بهذه الطريقه واكيد راكم رايحين تغيروا رايكم. بسم الله نديروه مع بعض. هنايا نبداو بالحشو اللي فيه نص طر تاع دجاج كنت رحيته، ضفت عليه حوالي نص كاس تاع الرز اللي كنت غليته، يعني ما طيبوش بزاف، حوالي 80%. بعدها ضفت عليه المعدنوس، ضفت مرف صغيره تاع الزبده وزوج سينات تاع ثوم اللي كنت رابيتهم، وفي الاخير ضفت فلفل اسود والملح، والحشو تاعنا راهو واجد. وهنايا جبت البريقات تاعي تاع الكرنب اللي كنت درتهم في ماء سخون يغلي حتى طراو معنا، نخلوهم حتى يبردوا تماما ونجو نعمروهم بهذه الطريقه. يعني نحطوا ورقه كبيره في الوسط، نديروا الحشو ونديروا ورقه صغيره في الوسط هكذا باش ما يفتحش معنا وما يخرجناش الحشو، ونقلبوهم وبهذه الطريقه يكون معنا واجد. وهنايا عاود درت لكم واحده اخرى يعني باش تشوفوها يعني بنفس الطريقه، ويجي الشكل تاعهم بزاف شباب هكذا حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. بعدها نروحو نجيبو البلا اللي يدخل الفوغ، نستفو فيه الحبيبات تاعنا بهذه الطريقه، وانتم الكميه ديروا على حسب عدد افراد العائله تاعكم، يعني حبه راهي تكفي. بعدها نروحو لاصوص اللي راح يطيب لنا فيها الكرومب، اللي فيها مرف كبيره، طوماطيش مصبره، سينه تاع الثوم، التوابل اللي هما ملح، فلفل اسود، فلفل عكري، وشويه تاع الكمون، كميه تاع الزيت، نخلطوهم مع بعض ونضيفوا لهم كاس ونص تاع الماء ونفرغوهم مع الكرومب تاعنا بهذه الطريقه. بعدها نغلفوهم بابي كويسون، نزيدو لهم بابي الومنيوم وندخلهم للفوق حتى يتحمروا. وهنايا النتيجه النهائيه، شوفوا بعد ما طاب الله يبارك جا ما شاء الله يعني شهي. وانا كنت رافقته مع الرز بالشعريات، وانتم اكيد رافقوه مع اي حاجه، تقدروا ديروا ليه فريت ولا غير هكذا، راهو طبق يعني مشبع. وهنايا في الاخير قسمته معكم باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، هذيك لافاس جات بزاف بزاف بنينه. ننصحكم تجربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم. تلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.